بص يا احمد، بيه كلمني وانا الحمد لله قلت عشان هم بي ممكن يكون في برنامج بيمسح الارقام ولا إيه. انا كتبته في ورقه على طول. هو كلمني من رقم تليفون 012، هكتبه لحضرتك. قال لي انا خايف رجلي تيجي مش انا. قلت له طب انت ايه اللي عرفك؟ قال لي انا شفت كام تعليق ونفس القصه بتاع البنت اللي اتكلمت برضو من الصبح. بس انا ما اعرفش طبعا ان كانت هدير ولا لا، الله اعلم. فلقيته بيقول لي الاول كلمني عن ماسنجر، رحت قلت له لا، الماسنجر عندي مش هعرف اتكلم لان السماعه مش معايا، انا بتكلم من لابتوب. فلقيته قال لي طب رقم التليفون بتاعك ممكن؟ قلت له طب ما انت وصلت للصفحه اكيد في رقم معاك. ففوجئت فعلا ان هو راح مرن على الرقم بتاعي من 012، كتبته عندي، هبقى اكتبه دلوقتي لحضرتك. آه، قال لي هو طبعا مختفي فعلا، وممكن بقى حضرتك عن طريق الرقم تعرف المكان بتاعه عن طريق الانتيلا من اي ضابط مباحث. كل اللي قاله والله اعلم بقى، هو بيشتتنا ولا ايه؟ اللي قال ان في كانت مشكلة بينه وبين هدير على ايصالات امانة. هو كان سالف منها فلوس وكاتب ايصالات امانة، وهدير ابتدت ان هي تهدده ان لازم يجيب الفلوس دي. الكلام ده من حوالي 4 أو 5 شهور. جه بعد كده محمد عادل شاف حد بعت له فيديو لنيرة وحد في الدولة كبير. الفيديو ده مش كويس، اتسرب له. محمد اما شافه هدد نيرة وهدد هدير وهدد شروق، وقال لهم انا هفضحكم وهشير الفيديو في كل حتة. وابتدى ان هو فعلا يتحول من انسان سوي مسالم لدرجة الجنون. ده على كلام محمود الطراس. طب انت اتهددت بقى بالاصالات عشان تجيب محمد؟ قال لي مش انا، محمود غريب. محمود غريب من كام سنة كان عامل حادثة ومركب مسمار اصلا في رجله، وده واضح جدا في المشية بتاعته وهو نازل مع محمد. فجابوا محمد، لا في سحر ولا في شعوذة ولا في الكلام ده. القصة كلها ان كان في بيوتي سنتر مفتوح في القاهرة. هو بيقول اكتوبر بس اللي انا اعرفه انه في الهرم. قلت له فين في اكتوبر؟ قال لي ما اعرفش، هو اللي يعرف الموضوع ده محمود. وكان محمود عن طريق بنات من طنطا بيبعتهم لشروق وهدير و... ونيرة كانت بتبتدي تجيب الشباب من الساحل ومن شرم ومن هنا ومن هنا، وكانت شبكة كبيرة. طبعا انا لما هددوني كلمت محمد. يعني معنى كلم محمد يعني كلمه من رقمه اللي انا هبعته لحضرتك، فاكيد رقمه ده هيبقى على تليفون محمد او على الصادر والوارد من شركة المحمول. قال لي انا كلمت محمد وقلت له على كل حاجة. وبعد كده محمد في بقى حتة هو مخبيها او حب يكذب فيها، دي انا متأكد منها. قال لي فقلت له خلي بالك ده هم هيهددوك باخواتك البنات وخصوصا اختك رنا. قلت له طب اشمعنى يعني رنا؟ ما في ممكن والدته وممكن اخته التانية. لقيته عارف الاسامي. قال لي لا، هو كان التهديد على رنا مش ندى. لان محمد كان نيرة عارفة ان هو قريب لرنا اكتر من ندى. قلت له طب ما طلعش ليه على المباحث بدل ما يقتل؟ قال لي هو اتحط الصبح في مأزق من تحت بيته، ان هو يا اما يقتل نيرة ويخلص القصة دي بعد ما جت تعليمات من الراجل ان محمد يتصفى في السجن بعد كده ونيرة تكون ماتت والحقيقة تضيع. قلت له انا مش مقتنع بالقصة دي، ده فيلم. قال لي القصة النهائية والأخيرة إن محمد محمود غريب خده من تحت البيت، وإن هو سخنه تسخينة صح وكان نازل. وفعلا نيرة ما شافتوش لأن هما الاتنين كانوا لابسين كمامات، وفعلا هو في الفيديو كان في كمامات. وبعد ما اتضرب طلعت الجثة. الراجل اللي شالها ده كان تبع الراجل اللي هو المفروض نيرة متصورة معاه فيديو. راحت على مستشفى. قلت له القصه اللي هي بقى بتاعت الاعضاء القصه دي كده. قال لي اسمع اللي انا بقوله لك. وبعد كده راح مطلع على المستشفى المنصوره ومنها على المشرحه. قال لي شوف الوقت. قلت له طب ما التقرير الطبي ده طالع ما فيش 10 دقايق او ربع ساعه.
قال لي لا، الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، التقرير اتعمل اصلا حوالي، هي ده راحت المستشفى دي الساعة 2، والتقرير اتكتب بوقت قبل كده. فانا هكتب لحضرتك دلوقتي الرقم، شوفوا كده.